عدم التتبع في المسائل المهمة في كتب القدماء كارثة علمية. من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا. والمعاصرين يقولون لا دليل على الحرمة الأبدية إلا الإجماع أو رواية مرسلة للسيد المرتضى في كتاب له الطبريات، ومرسلة لعل فتاوى الطبريات وكذا. بينما القدماء وجدت هذه المسألة عنونها 13 من أساطين الفقهاء القدماء، جلهم قليل منهم المتأخرين. متأخرين يعني بين القرن السابع والعاشر، متقدمين قبل القرن السابع، القرن الثالث الرابع الخامس السادس يعبر عنهم المتقدمون من الفقهاء. مو تعرضوا له يا أخو، كل الفقهاء تعرضوا له، لا 13 من الفقهاء القدماء تعرضوا إلى الدليل المسألة. لكن عدم التصفح والفحص في كتب القدماء يجعل الجو العلمي المعاصر لا دليل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معي طبعا مسؤولية إلينا إن عدم التتبع في المسائل المهمة في كتب القدماء كارثة علمية. ما لي خلق الجواهر، ما لي خلق أفتح، تريد أفتح كتاب المبسوط، كتاب الخلاف، كتاب البراج، أقارن بالكتب؟ هذه كلها تراكمات، مثلا تراكمات ديكور أقوال. شو اللي من الديكور الأقوال؟ هكذا نظرة خاطئة موجودة تجاه فتاوى القدماء، أنه تراكم أقوالي ليس إلا زخرف ديكور. أعوذ بالله، اشتباه. فتاوى القدماء مطعمة كثير منها بنكات الأدلة التي خفيت على المتأخرين. المتأخرين حسب ادعاء السيد اليزدي رحمة الله عليه، أنا أنقل عن السيد اليزدي بواسطتين. السيد اليزدي في يوم من الأيام التقى به المحقق أبو ضياء الدين العراقي عند شط الكوفة، وكان سباح ماهر السيد اليزدي. أبو ضياء طرح مسألة على السيد اليزدي، يعني أنقلها عن أحد الأساتذة المعمرين رحمه الله عليه توفي، عن السيد علي اليثربي اللي هو حاضر دي المساجلة هذه على نجفيات قديمة. فالمقصود أن أراضي أراد يبين للسيد اليزدي أن احنا عندنا علمية شوية، يعني دير بالك علينا رعاية عناية، أنه كان خب يعني خالي ذات اليد رحمة الله عليه المحقق العراقي. فطرح مسألة في الإجارة كذا وكذا أخذ وعطى، فالسيد اليزدي استدل بالإجماع. أغاضياء قال الإجماع المنقول غير مقبول والمحصل غير حاصل عفوا، فقال لي الإجماع غير مقبول. 300 مسألة ليس لها دليل للإجماع، شنو يقول غير مقبول؟ وعدد ليه؟ قال لي أنا بروح أسبح وأرجع لك، هاي المسائل فكر فيها جيب لي دليل غيرها. هاي بحث الإجماع. هذا المتأخرين يدعون أن هذه المسائل 300 حسب كلام السيد اليزدي أو أكثر أقل ليس لها دليل للإجماع. لكن إذا تنبهنا وتصفحنا كتب القدماء سنجد لها دليل، نتيجة قلة التصفح والتتبع في كتب القدماء أدى إلى أن نتكلم بس الإجماع بس الإجماع. لذلك ذكرنا في دورة الأصول أن بحث الإجماع أحد أهم ثمار الإجماع، أهم حتى من حجية الإجماع. أحد أهم ثمار الشهرة، أهم من حجية الشهرة، ما هو؟ أنه منبه للفقيه يلزمه بالفحص، وأن القدماء لديهم حتما دليل قد لا نقتنع به وقد نقتنع به، لكن له دليل لابد من الوقوف عليه وتقييمه. هذا أهم ثمرة إلزامية صناعية للشهرة وللإجماع. نرجع إلى بحث من زنى بذات بعل. انطلق القدماء من لفظة النكاح. ما هو معنى النكاح؟ هل لفظة النكاح عقد أو الأصل في لفظة النكاح الوطي؟ إذا كان الوطي قد يكون محرم قد يكون محلل. فمن نكح امرأة ذات بعل، موجود الدليل، حملها المتأخرون على ماذا؟ عقد على امرأة. بينما القدماء قالوا لا، نكح أعم من عقد أو وطأ.
بحل أو بحرمة. لقيت شلون؟ شلون ماكو دليل؟ دليل ناصع على انطلاقا من ماذا؟ من فهم الماهية لمعنى النكاح.